النهاردة هنعمل مع بعض وصفة اقتصادية جدا جدا. هنعمل كسدية بس بالبطاطس. طبعا ممكن نحشيها حشوات تانية كتير، بس النهاردة هنعملها وصفة اقتصادية وهتعجبكم جدا. عندك شوية بطاطس أو عندك شوية بطاطس وعيش تورتيلا أو عيش شامي، ممكن تقدر تقوم تعمل الوصفة دي دلوقتي حالا. بجد هتقلب ريحة البيت، طعمها تحفة. أول حاجة هنحضر الحشوة بتاعتنا. هنجيب البطاطس بتاعتنا بعد ما نقشرها، هنقطعها تقطيعة كده تكون قد بعض بالظبط، بحيث لما نيجي نسلقها كلها ما تاخدش وقت وتاخد تسوية واحدة. طبعا ننزلها في ميه مغلية، هنسلقها عادي جدا واتأكد ان هي استوت كويس عشان ما تبقاش مخرزة معايا او ما تبقاش خشنة. بعد ما بصفيها من الميه السخنة بهرسها كويس قوي لحد ما تبقى ناعمة خالص. بضغط عليها كده بشوكة او ممكن بكوباية او بهراسة او اي حاجة. نحضر بقى كده فصين توم مع معلقة زبدة مع قرن فلفل اخضر رومي مع قرن حامي. جربوا يا جماعة الوصفة دي، بجد هتعجبكم جدا وغير مكلفة بالمرة يعني. نزل بقى شوية توابل كده، ملح وفلفل على الكلام ده عشان تودي البطاطس في حتة تانية خالص. متنسوش بقى تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وفعلوا الجرس ليوصلوك كل جديد. هننزلهم بقى على البطاطس وهننزل معاهم ملح وفلفل ومعلقة بابريكا. طبعا الوصفة سهلة قوي وبجد هتعجبكم جدا. ودول شوية بقدونس كده، وهنقلب الكلام ده كله مع بعض. شوية جبنة موتزاريلا عشان الكلام يحلو. جبنا بقى العيش تورتيلا. طبعا زي ما قلنا ممكن نحشيها فراخ او اي حاجه تبقى كسديه فراخ. احنا حشيناها بطاطس زي ما انتم شايفين كده، وهتعجبكم جدا وتنفع طبعا في الفطار في غدا في عشاء، وتعجب الاطفال وتعجب الكبار. بجد وصفه هتعجبكم وسهله جدا. هنتني كده اللقمه زي ما انتم شايفين اهو، دي الكميه بتاعتنا. هنجيب بقى الطاسه كده، لو عندنا جريلا زي دي مضلعه عشان تدينا برضو شكل حلو كده من غير زيت ولا اي حاجه. طبعا خدت الشكل بتاعها، نروح قلبنا على الناحيه التانية بحيث تديني التضليعه في اللقمه. نبدأ بقى نقلب. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طبعا انا موطي النار شويه عليها بحيث اللقمه ما تحرقش على الفاضي، تبقى طالعه كريسبي كده وجميله. وابدا برضو اعكسها كده بحيث التطليعه تيجي تعمل المربعات الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الكميه بتاعتنا عملناها، مفيش اسهل من كده، ما خدتش معانا وقت خالص، وبابسط الامكانيات اي حد دلوقتي عنده عيش وبطاطس ممكن يقوم يعملها. شايفين بقى من جوه عامله ازاي؟ بجد الحته تحفه. يا رب تعجب. متنسوش بقى اشتراك في القناه ولايك. سلام.